مهندس. انا اتفق في جزء من كلام عبد العزيز اللي هو قضيه انه اللاعب فعلا ما يستحق، يعني ما المبالغ المطروحه هذه اكيد انه ما يستحقها. لكن بطرح تساؤل على الكلام اللي قاله عبد العزيز، لجنه استقطابات خلينا نقول الحين مثلا المفاوضات المعلنه من قبل نادي الاتحاد، ولجنه استقطابات ما لها علاقه اطلاقا. انا اعتقد هذا تشويه الكره السعوديه. انت لما تعرض اسم الكره السعوديه تتفاوض بمثل هذه الارقام، هو لا يتعلق فقط في نادي الاتحاد، في كل الاصداء العالميه يعرفون هالارقام وياخذونها بباب التصديق. اذا لم يكن هناك نفي حقيقه انه هذا اللاعب او ايقاف نادي الاتحاد من ممارسات انفراديه او اداره نادي الاتحاد ممارسات انفراديه، هذا اذا صحت كلام هذا اذا صحت اذا ما كان صالح دقيقه مفاوضات رسميه. ترى في شيء مهم جدا. احنا الحين اذا جينا بنقول ان فعلا فيه عروض، من اللي ياكد العروض؟ لجنه الاستقطاب. لا، النادي الاخر نادي ليفربول. اي بس يمكن نادي ليفربول طلع الى يوم الجمعه اللي راح، اللي مو اللي راحت اللي قبلها، اللي كان اخر يوم في اوروبا، طلع محمد يورجن كلوب قال ما جانا عرض، حتى اللحظه هذه عرض رسمي شفهي ما جانا، ترى قال كذا. طيب من اللي قاعد يحكي عن عروض الشفهيه؟ مين؟ الصحافه البريطانيه. طيب الصحافه البريطانيه هل كلها صحافه بريطانيه صحافه يعني تقدر تجيب العلم؟ لا. عبد العزيز انت صحفي، وهل تعتقد انه مثل هذا يعني مثلا تسويق الكره السعوديه بهذا الشكل امر يجب السكوت عليه ام يجب ان يكون هناك نفي؟ لا، لانه يكون هناك مفاوضات. بالعكس انا وجهت تبي رايي؟ انا اعتقد لا بالارقام هذه. لا تبي رايي؟ إيه؟ شوف بسريع، لو افترضنا، انا سوري على اني اخذ كلام الشباب، لو افترضنا يا طول العمر ان اللاعب مبابي، عندي مشكله. لا انا اقول لك على صلاح. دقيقه بعدك انه الاسم، انا ترى الدوري السعودي كسبان في ادخال اسمه في محمد صلاح، مو كسبان عشان محمد صلاح، وانما لان الصحافه البريطانيه قاعده تهذري بالدوري السعودي. بس ارقام عبد العزيز ساعة. الارقام اذا كانت غير صادقة، الارقام تثبت نفسها انها مش صحيحه. ليش؟ لان لجنه استقطابات ما فكرت تتقدم، وحديث مليان واكدها. اذا معناها هي كذبه كبيره، لجنه الاستقطابات عرتها بصمتها. انا بتفق معاك، انا بقول لك بتفق معاك، بقول لك انه لجنه استقطابات، انا اشوف ان انا لو كنت في لجنه استقطابات واشوف مثل هذا الامر ويعنيني الكره السعوديه، اعتقد انها اساءه بكل ذا، واخرج واطلب من النادي ينفي او انا انفي باي شكل من الاشكال. شوف، وعن المشهد بشكل كامل ابو حمد. شوف موضوع محمد صلاح ممكن انا تناقشت في، يعني تحدثت تحت الهواء كثير في هذا الموضوع، قلت هذا اللاعب لن ياتي للسعوديه. نعم، من البدايه كنت تقول انه هذه الصفقه لن تتم. هذه الصفقه لن تتم. يعني انا اتصور بالنسبه لنا، يعني احنا في الدوري السعودي، انا اتصور احنا مش خسرانين يعني في هذا الموضوع. عندنا لعيبه اهم يعني. أيوه. وعندنا لعيبه اقوى، وعندنا كريم بنزيما، وعندنا رونالدو، نيمار، كانتي، وعندنا، لا اتكلم في نادي الاتحاد. نادي الاتحاد. ايه، يعني انا اشوف ان الاتحاد يعني مش متوقف على محمد صلاح. أيوه. محمد صلاح ولا غيره، يعني في لعيبه بامكان انك انت تستهدفهم في وترى على فكره، يعني انا قاعد اشوف العالم ميته، كانهم يقولون اذا خلصت سوق الانتقالات ما راح يتعاقدون عمرهم كله. يا الربع ترى السنوات جايه بتشوفون ناس افضل من اللي موجودين الحين. بس دعوه صبر، يعني الواحد يصبر على قولتهم. يعني تشوف هذا القلق او القلق اللي موجود عند الاتحادين ما هو مبرر؟ لا، وشوف هو الاتحاديين انا ما الومهم. ليش؟ يعني ما لومهم لان عنده كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه الاتحاد يبغى يطلع باحسن صور، احنا اللي نبغى يطلع احسن صور، مو بس مو الاتحاديين فقط. نعم. فيهدفون الى موضوع انهم، بس انا اعتقد فيه اداره نادي الاتحاد ليست حاسمه، متردده بشكل كبير، ما عندها قطعيه في اتخاذ القرار، ويبدو ان في خلافات، مش خلافات، انا اسميها وجهات نظر متعارضه داخل النادي، هي اللي تسببت في اللي قاعد يصير، سواء الجهاز الفني او مثلا ممكن الرئيس يختلف عن نائب الرئيس، ممكن مثلا اصوات قويه في النادي، يعني ما اتكلم عن انمار ولا اتكلم على الاستاذ انمار ولا اتكلم على الاستاذ احمد ولا ايضا السيد سانتو، وانما ممكن في طرف قوي بعد ما نعرف. انا اتكلم في يمكن مجلس الاداره، ممكن الرئيس التنفيذي. نعم. يكون له مثلا صوت، وجهه نظر غير، وبالتالي يصير في ذا التعارض وتفشل عمليه المفاوضات. والله دائما انا حديث رئيس لجنه الحكام ما تستهويني كثير. ليه؟
الاستهلاك الاعلامي، وفيه بعدين هي يعني دائما يدافع لانه يمتدح عمله هو. طيب فقط. في كان اخطاء هنا، اخطاء فادحه بالنسبه هو لك؟ يقول ما في اخطاء فادحه، طرد سافيتش كرت احمر ظالم خطا مؤثر لانه غاب عن مباراه، ما اثر في المباراه نفسها بحكم الهلال فايز، بس اثر طيب في المباراه المقبله حرم الهلال من حقه المشروع بخطا. كنت اتمنى انه يقول لا والله في اخطاء كارثيه، لانه هذا خطا كارثي يعتبر. انت حرمت لا فريق من لاعب ولاعب مهم في القائمه الاساسيه بخطا كارثي. نعم.